ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على منصة فريلانسر. منصة فريلانسر دي منصة للعمل الحر. طيب يعني ايه العمل الحر ده؟ انا دلوقتي بخش على المنصة دي، بقدر اجيب من خلالها مشاريع انفذها واخد مقابل المشاريع دي فلوس. طيب انا دلوقتي عشان ادخل على المنصة دي ويبقى ليا حساب واقدر اجيب مشاريع واشتغل عليها، لازما الاول يبقى انا عندي المهارات اللي تسمح لي ان انا ادخل على المنصة وابدا اشتغل فريلانسر، او اقدر من خلال الويب سايت اللي هو فريلانسر ان انا اقدر احصل على وظيفة ريموتلي او عن بعد. احنا دلوقتي بنتكلم على اول حاجة. احنا دلوقتي عايزين نعرف احنا ازاي ندخل على المنصة ونتعامل عليها ونعمل سيرش على المنصة. احنا الفيديو ده فيديو تعريفي على منصة فريلانسر، هنخش نشوف ايه هي المنصة وازاي احصل من خلالها على وظيفة او احصل من خلالها على مشروع اقدر انفذه. فان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على فريلانسر وهنتعرف عليه واحدة واحدة، وإن شاء الله في السلسلة اللي احنا عاملينها هنكمل كلامنا على فريلانسر ومنصات العمل الحر زي فريلانسر وابورك، وهنتعرف على اغلبيه منصات العمل الحر اللي موجوده عندنا في الوطن العربي. فهنتعرف على كل ده بالتفصيل في السلسله اللي احنا عاملينها ان شاء الله على القناه. فحاول ان انت تبدا تتفرج على السلسله من اولها واحده واحده، وان شاء الله احنا هننزل الفيديوهات باستمرار عشان تقدر تشتغل كفريلانسر ويجي لك فلوس من خلال الشغل ده، على حسب بقى انت شغال ايه بالظبط او حابب تشتغل ايه. كل واحد يقدر يشتغل على منصات العمل الحر ويقدر يحصل على شغل ريموتلي او شغل من شغل عن بعد. فان شاء الله من خلال السلسله دي هنتعرف على كل التفاصيل اللي تخلينا نقدر ان احنا نشتغل من البيت. بس طبعا كل شغل وليه متطلبات بتاعته، فلازم يبقى انت عندك السكيلز اللي تخليك تقدر تشتغل من البيت او من خلال منصات العمل الحر. يلا بينا نبدأ الفيديو، ان شاء الله نتعرف على كل حاجة بالتفصيل في السلسلة دي. يلا بينا نبدأ. طيب احنا اول حاجه هنتعرف عليها في المنصه، احنا ازاي ندخل على المنصه. عايزين نتعرف احنا ازاي ندخل على المنصه دي. فاول حاجه طبعا بدخل على جوجل واكتب هنا freelancer.com. اول حاجه طبعا انا عشان مسجل اليوزر نيم والباسورد بتوعي، فهو دخل على طول على الاكونت ودخل على الويب سايت اللي هو فريلانسر. طيب احنا دلوقتي عشان نبدا نشتغل على فريلانسر طبعا لازم نعمل اكونت. فده انت بتخش عادي وتبدا تعمل اكونت بيوزر نيم وباسورد والايميل بتاعك. برضو لو انتم محتاجين ان احنا نعمل حلقه برضو ان احنا ازاي نعمل اكونت، قولوا لي برضو في الكومنتس تحت الفيديو، وانا ان شاء الله برضو هعرفكم ازاي تعملوا اكونت على فريلانسر. بس عرفوني تحت في الكومنتس. فدلوقتي كده احنا هنتعرف في الفيديو ده على ايه هو فريلانسر، ايه هي المنصه وشكلها عامل ازاي، وهنبدا واحده واحده نتعرف على كل حاجه. انت اول حاجه دلوقتي اول لما بتدخل على المنصه وخلاص سجلت بحسابك وعندك دلوقتي حساب على منصه فريلانسر، اول حاجه بتجيلك هي الداشبورد. طيب الداشبورد دي فيها شويه بيبقى فيها ناس مشتركين على منصه فريلانسر بيقعدوا يسالوا بعض في مثلا مسابقات، في مسابقات بيبقوا عاملينها. في حد مثلا بيبقى عايز يعمل مسابقة ليه، عايز يعمل لوجو يبقى ويشوف افضل ناس ويختار ما بينهم. وفريلانسر كل شوية بتنزل مسابقات وبتنزل جوائز للناس اللي موجودة على فريلانسر، بتقدم شروط معينة، اتقبلت الدنيا بتبقى تمام. فيعتبر زي كوميونتي كده لفريلانسر. كل الناس اللي شغالين عليها بيبقوا ليهم الصلاحية ان هم يعملوا بوستات ويتكلموا عليها ويعلقوا، مفيش اي مشكلة. دي كده اول حاجة بتقابلك في المنصة. انت دلوقتي دخلت على المنصة، بيقابلك الداشبورد وتقدر تعلق، ولو في حاجة عجبتك وعايز تجاوب عليها او حاجة عايز تتكلم فيها ممكن من خلال الداشبورد دي. طيب احنا دلوقتي اهم حاجة عندنا في المنصة طبعا الاكونت بتاعك. ده كده الاكونت بتاعنا بيبقى فيه الصورة الشخصية بتاعتك والباك جراوند هنا الصورة اللي هي الخلفية، ماشي. وبيبقى عندك ديسكريبشن بقى عنك انت بتعمل ايه وشغال ايه. وبيبقى فيه هنا البورتفوليو ده بيبقى فيه المشاريع بتاعتك اللي انت كنت عاملها قبل كده، وشوية تفاصيل بقى عنك، ولو انت خدت ريفيوهات قبل كده، اشتغلت على مشاريع قبل كده، في شوية سيرتيفيكيشن. كل البيانات بتاعتك بتبقى موجودة على الصفحة. يعني دي المشاريع اللي انت المشاريع اللي انا عملتها قبل كده فحاططها. ده كده الاكونت بتاعي جاهز تماما. برضو لو عايزين ان احنا نعرفكم واحدة واحدة ازاي الاكونت بيتعمل وازاي اكتب التفاصيل دي كلها، مفيش اي مشكلة نعمل كده. فدلوقتي انا دخلت على ده كده البروفايل بتاعي، رفعت الصورة بتاعتي وكتبت كل التفاصيل والحاجات اللي انا بعملها بس. وانا بفهم في ايه الحاجات اللي انا بفهمها، انا فرونت اند ديفلوبر ورياكت دوت جي اس، وبفهم في الجافا سكريبت. وكتبت ديسكريبشن بسيط كده عني عن الحاجات اللي انا بفهمها. ودي كده كل الفيريفيكيشن بتاعتي، وصلته بيه الفيسبوك والايميل وحطيت رقم التليفون
والبيمنت فيريفيكيشن والايدنتيتي فيريفايد، ده اللي هو الهويه بتاعتي اللي هي بطاقه الرقم القومي بالنسبه للمصريين. فدي كده الصفحه الرئيسيه بتاعتي فيها كل البيانات بتاعتي وكل حاجه انا اقدر اعملها. طيب فدلوقتي انت لما بتبقى داخل على المنصه وعايز انت دلوقتي لسه عامل اكونت جديد، وطبعا انت مش مشترك في اي حاجه ولا ده ولا مشترك في اي ممبرشيب تبع فريلانسر، فبيديك 6 وحدات ان انت تقدم على مشاريع. فهنا المشروع انت لما تيجي تقدم على مشروع انت بيبقى مديك 6 وحدات، الوحده دي بمثابه ان انت بتقدم بيها مشروع. فانت عندك 6 وحدات، فانت في الشهر المفروض تقدم على 6 مشاريع من غير ما تبقى مشترك في اي ممبرشيب تبعهم. طيب عندنا دلوقتي في الممبرشيب بتاعتهم في اكتر من ممبرشيب. البيزك دي بيخليك تقدر ان انت تقدر تقدم على 50، بيبقى معاك 50 وحدة في الشهر، فانت بتقدر خلال الشهر ان انت تقدم على 50 مشروع. دي ب5 دولار في الشهر. البلس بقى بيبقى بيديك ان انت تقدر تقدم على 100 مشروع و80 سكيل. تقدر تسجل على البروفايل بتاعك 80 مهارة او 80 سكيلز. نفس الموضوع هنا في البيزك بتقدر تحط 50 سكيلز، هنا 80. طبعا كل ما بتزود في الفلوس كل ما بتقدر ان انت يبقى عندك وحدات اكتر ومهارات اكتر ان انت تضيفها. دي كده انت عشان اصلا تقدر تقدم على شغل في فريلانسر او تقدر تقدم على مشاريع. احنا دلوقتي كده عرفنا ايه هو فريلانسر وشكله عامل ازاي وشكل البروفايل بتاعنا المفروض يبقى عامل ازاي. طيب والممبرشيب اللي احنا لو عايزين نشترك فيها بيبقى اسعارها عامله ازاي. وعندنا دلوقتي نفترض بقى خلاص انت دخلت وكتبت السكيلز بتاعتك، دخلت على الويب سايت وعملت وظبطت البروفايل بتاعك. خلاص انت ظبطت البروفايل وجهزت الدنيا، ودلوقتي كتبت بقى كل البيانات بتاعتك وانت بتفهم في ايه وعارف ايه وكل الدنيا دي. فبنخش بقى دلوقتي على براوز هنا والبروجكتس، المشاريع بتاعتنا اللي احنا عايزين نقدم عليها. بتيجي هنا في الجنب في حاجه اسمها هنا فلتر. الفلتر ده دي انت بتقدر تتحكم في المشاريع اللي هتجيلك هنا. انت عايز مشاريع شكلها عامل ازاي. عايز بقى مشاريع بتشتغل ب فيكسد برايس يعني اسعار موحده، عايز تشتغل برضو بالساعه مفيش مشكله. فانت ممكن تحدد بقى الاتنين هنا. انا عايز اشتغل مشروع يبقى بالساعة أو مشروع بالساعات. أنت شغال بالساعة، الساعة بتاعتك ب5 دولار، فأنا هشتغل على مشروع معين والمشروع ده مثلا انت خلصته في 50 ساعة، بتتكلف الساعة بتاعتك بكذا وبتحسب بقى السعر. او فريلانسر بيبقى حاسب لك السعر وحاسب لك كل حاجة وبيديك في الاخر الفلوس بتاعتك. اما الفيكسد برايس ده مثلا يعني انا كتبت له قلت له انا عايز فيكسد برايس، فمثلا هنا المشروع قال لك البادجت بتاعته من 30 ل 250. ده كده الفيكسد برايس، سعر ثابت انت بتاخد المشروع بالسعر بتاعه. فانت هنا بقى بتحدد انا عايز اذا كان فيكسد برايس ولا بالساعات، وعايز المينيمم قد ايه والماكسيمم قد ايه. انا عايز مثلا 10 دولار وهنا 50 دولار. ولو انا عايز بالساعة، الساعة بتاعتي مثلا ب10 دولار، فممكن من 1 مثلا ل5، 5 دولار مثلا. ده كده سعر الساعة بتاعتي. بس بنزل بقى تحت هنا بسجل السكيلز بتاعتي، بكتب مثلا انا بفهم هنا في اي حاجه، مثلا هنا جافا سكريبت، فبكتب بقى هنا ان انا بفهم في جافا سكريبت او بفهم في اي سكيل معينه، عندي سكيلز مثلا معينه بروح جاي ضايفها كلها هنا. بس دي كده ايه اهم الحاجات اللي احنا ممكن نعمل لها فلتر يعني. وبرضه ممكن تعمل فلتر للمكان، انت عايز المشروع ده يكون فين، واللغه برضه مفيش مشكله، والبلد بتاعه العملاء يعني. فدي كده من ناحيه ايه الفلتر وكل حاجه موجوده في الفلتر. طيب دلوقتي بقى انا ايه، دلوقتي المشاريع اللي عندي بتبقى مشاريع جايه لك على حسب المهاره بتاعتك. فانا مسجل المهارات بتاعتي تبع الفرونت اند، فبيجي لي كل حاجه تبع الفرونت اند. دي كده كل المشاريع اللي بتجي لك. واحنا ان شاء الله في السلسله دي هنتعرف على ازاي برضو نقدم على مشروع، وازاي نكتب بروبوزل عرض او عرض للعميل، وازاي نحلل المشروع، ازاي ندخل على المشروع ونفهم التفاصيل بتاعته والمشروع ده ايه الحاجات اللي الكلاينت عايزها. وهنعرف ازاي نستخدم الاي اي في ان هو يساعدنا في ان احنا نعمل بروبوزل وان احنا نحلل المشروع والكلاينت محتاج ايه وايه الحاجات اللي هو عايزها. فكده احنا اتعرفنا على البروفايل بتاعنا شكله عامل ازاي، المفروض يبقى عامل ايه والتفاصيل بتاعته، وتعرفنا
على احنا على الداشبورد، وعرفنا برضو على المشاريع البروجكتات بتاعتنا اللي موجوده، وتعرفنا ازاي نعمل لها فلتريشن، وازاي احنا نضيف كل حاجه موجوده عندنا، وازاي بتعمل فلتريشن للمشاريع بتاعتك على حسب مهاراتك. ودلوقتي برضو عندك دي كده المشاريع. فده كده بشكل عام ده هو موقع فريلانس. ان شاء الله في السلسله بتاعت فريلانسنج او العمل الحر هنتعرف على كل التفاصيل دي واحده واحده كده بالراحه مع بعض. لو في مشكله معاكم ان انتوا تعملوا اكونت، قولوا لي في الكومنت تحت الفيديو، وانا هعمل لكم اكونت جديد، وهنضيف كل السكيلز واحده واحده، واعرفكم ازاي تربطوا الفيزا بتاعتكم على فريلانسر، واعرفكم كل التفاصيل واحده واحده. بس ده كده ايه بشكل عام ايه هو فريلانسر، والمشاريع فين، والناس بتتكلم ازاي مع بعض، وكل الحاجات دي. طبعا انت دلوقتي هنا في المسجات هنا، لو جالك اوفر او جالك اي حاجه، الكلاينت بيجي يبعت لك هنا وبيكلمك هنا، بيقول لك مثلا ايه المشروع شكله عامل ازاي، والدنيا دي والمتطلبات بتاعته هنا في المسجات. برضو هنتكلم على سياسة فريلانسر، وايه الحاجات المسموح بيها وايه الحاجات اللي مش مسموح بيها. فواحدة واحدة هنتعرف على كل حاجة برضو بالتفصيل في فريلانسر. ازاي بقى ندير الوقت، ازاي نقدم على مشاريع، وازاي نحاول ان احنا نكسب ثقة العملاء، وازاي ان انا استلم فلوس، وازاي اروح اسحبها. كل ده هنتكلم عليه واحدة واحدة. بس طبعا الموضوع ده برضو مش سهل يعني. بس هي الفكرة كلها ان انت بيبقى عندك مهارة معينة وانت بتعرف تشتغل فيها. ففريلانسر قدم لك ان انت تقدر تعمل عنده حساب، ومن خلال الحساب ده بتقدر تجيب عملاء لو انت فعلا المهارات بتاعتك دي انت تقدر تعملها. ده كده بشكل مختصر ايه هو فريلانسر. احنا ان شاء الله برضو زي ما انا قلت عاملين سلسله كامله هنتكلم فيها عن كل حاجه بتخص فريلانسر واحده واحده وبالتفصيل. ان شاء الله تركزوا معايا في السلسله دي، وان شاء الله كلنا هنستفاد، وهقدم معاكم واحده واحده لعملاء حقيقيين، وهنقدم لهم عروض واحده واحده مع بعض، وان شاء الله كلنا نستفاد. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم جميعا ان شاء الله. الناس كلها تستفاد، والناس كلها تشتغل في منصات العمل الحر. فان شاء الله احنا هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نجيب عملاء، وازاي نشتغل معاهم، وهنتعرف على كل حاجة واحدة واحدة في السلسلة دي. فتابع السلسلة الأخيرة وإن شاء الله تستفاد. لو كنت مستمتع بالحلقة ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.